صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عاملين ايه؟ عيدكم مبارك. العيد جاي معايا النهارده بطريقه مش تمام. سامعين صوتي والدنيا بايظه عندي خالص، بس والله بنحاول نعمل اجواء. واخدكم معايا النهارده كده فلوج. احنا حاليا في الجامع بنعمل ايه بقى؟ حاليا في الجامع بنصلي وكده يعني. اجواء حلوه. هاخدكم معايا في اجواء النهارده ونشوف هنعمل ايه النهارده والفلوج وكده. وصوتي اعذروني على صوتي، بس يلا هاخدكم معايا النهارده. هوريكم طقم العيد بس شويه عشان انا اصلا مش عارفه اتصرف. انا واقفه بشبشب لو شفتوه. هاي دلوقتي خلصنا صلاة العيد وخلصنا الجامع والأجواء، وكا أكلنا في الأكل بقى المغربي والأجواء المغربية والتونسية دي. مفيش مصريين يعني، مش عارفة أوريكم ماي أوتفيت. يا جماعة أخدكم معايا فلوج النهاردة وصوتي رايح وتعبانة طالع عيني، بس يعني لازمة التاتش بتاع العيد. طلعنا دلوقتي من الجامع وهننزل بقى نشوف الاجواء كده. لسه مكلمتش حد من عيلتي، زعلانه قوي عشان انا مش معاهم. عايزه اكلمهم كلهم بس يعني مستنيه ان انا لما اوصل المكان عشان اعرف اصور لكم كمان. عايزه اكلمهم قوي يا جماعه. زعلانه عشان كان نفسي اكون معاهم قوي ونعيش الاجواء دي مع بعض وكده، بس يعني الحمد لله. اول حاجه نخلص سوبر ماركت نشتري حلويات بقى كده. النهارده العيد لازم نروق على نفسنا. ليه بس اسم استغفر العظيم يا رب. خد ده تحفه كده. دي حلوه يا جماعه. يا حمام خلينا دلوقتي ده حمام المفروض بقى بناكل. واحدة معدية بس لها وضحكت بقول لها عليكم السلام، بصيت لي وضحكت. هبصك لكم لحظة يا جماعة. شايفين الراجل اللي قاعد جنبي ده بيبص لي بطريقة وحشة و يعني مش عارفة الناس كلها عمالة تبص لنا بقرف كده، بس تمام I don't care. فده شكلنا اهلا بيكم يا جماعه. وصلنا الجنينه. ده العيد في الغربه يا جماعه. تقعد في جنينه، تقعد في البيت، يعني مفيش جديد. انا هقعد دلوقتي محتاجه اكلم اهلي اعيد عليهم واحد واحد كده يعني. يا بصوا يا جماعه، عايزه احاول ادري اكتي بطريقه ان هي متبانش، بطريقه شكلي ميبقاش فيها وحش برضه، فاهمين؟ بس مش عارفه اوصل لحل. كيوت. عايزه اقعد اكلم دلوقتي اهلي واحد واحد اعيد عليهم. يلا بينا. كلم عيد على اهالينا دلوقتي بقى. ندخل كده. اول حد كلمهم تيتا وجدو الصراحه. فما اقصى الغربه على اصحابها، ما اقصى الغربه ان تاتي علينا مواسم الاعياد فلا نجد حبيبا يطبطب جراحنا ولا أخا يداوي ما تبقى من آلامنا. تأتي علينا المواسم ويأتي علينا العيد
ولا نجد من يزورنا، فقد مضى لا انا اصلا كنت برن الأحباب اكلمك في ومضى التليفون عشان الآباء تليفونك بايظ. وفرقتنا الحروب، لكن أيها الكرام احتسبوا هذه الغربة عند ربكم، الحمد لله. واعلموا أنكم في سبيل الله، طيبين. فما خرجتم من أوطانكم الحمد لله. إلا اضطرارا. عندك صحابنا هنا اهو برضه. وإن كانت هذه الغربة قاسية لكنها ستكون لكم نبراسا ونورا يوم القيامة. بعدين بقى دلوقتي مستنيين هنحاسب وبعد كده نطلع نشوف هنعمل ايه تاني في اليوم وبس كده. خلاص يا جماعة رجعت البيت. هنطلع دلوقتي. اليوم كان حلو وجميل طبعا، مش هيبقى احلى من مثلا لو انا كنت في مصر. الغربة مهما كانت صعبة برضو، رمضان والعيد وكل ده عمره ما كان في الغربة زي بلادنا. اعذروني على صوتي بدأ يبوظ خالص لاني بجد تعبانة الفترة دي قوي، مش عارفة صوتي عمل كده ازاي. فكده يعني كلمت اهلي حاولت ان اتوه موضوع الغربة ده شوية، عشان والله يا جماعة صعب، وانا عارفة ان هو اصعب على ناس كتير قوي وشباب كتير قوي موجودين هنا من غير اهاليهم خالص. والله ربنا يكون في عون كل مغترب، وعيد مبارك، واتمنى يكون الفلوج عجبكم. انا حاليا كالشروق هطلع دلوقتي اشوف حل لصوتي ده الاول واشرب حاجات سخنه، نلبس بقى بيجامه العيد ونقعد نتفرج على مسلسلات وناكل، وكفايه كده بقى، احنا النهارده تعبنا بما فيه الكفايه. وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنسوش تحطوا لي لايك وسبسكرايب، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي، عيد مبارك.